في أفلام بتحكي قصة الحب وفي أفلام بتحكي عن نهاية قصة الحب، لكن فيلم ست أيام عمل حاجة مختلفة. هو حكى عن كل حاجة بتحصل من البداية للنهاية، حكى عن الزمن. احنا متعودين في أي فيلم رومانسي بيبقى بيدور حوالين سؤال واحد، وهو هل هيتجمعوا ولا لأ. بس فيلم ست أيام بيسأل هل الإنسان يقدر يرجع لنفس الشخص بعد ما الزمن يغيره، وهل فعلا الحب هو اللي بينتصر في الآخر ولا الزمن اللي بينتصر. ده اللي خلانا نشوف الفيلم إنه مش بيتكلم عن الحب بس، لكن كمان بيتكلم عن الخسارة. الخسارة اللي بتحصل من غير ما حد يغلط، من غير ما يبقى في شرير، عشان أغلب الأفلام بتديك سبب واضح للخسارة أو الفراق، سواء كانت خيانة أو كذب أو أي حاجة تانية. إن العدو الحقيقي هنا كان الوقت، وده يمكن أكتر حاجة مرعبة في الحياة. إنك ممكن تخسر شخص بتحبه مش عشان عملت حاجة غلط، لكن عشان الحياة كانت أسرع منك. خليني أسألك سؤال مهم. ممكن تكون قابلت في حياتك شخص كنت متأكد إنه هيكمل معاك لحد النهاية، بس فجأة اختفى، مش بسبب مشكلة كبيرة لكن بسبب الظروف. كل واحد راح في طريق تاني، بس بعد سنين ممكن تشوفوا بعض بالصدفة. وساعتها لو سألت نفسك هل ده نفس الشخص، غالبا إجابتك هتبقى لأ. وده اللي بيتكلم عنه الفيلم. إحنا بنحب نفتكر الماضي بطريقة رومانسية، بنفتكر أول حب أول صاحب وكأن الماضي مفهوش أي غلطة. بس الحقيقة إحنا مش بنشتاق للماضي، إحنا بنشتاق للإحساس اللي كان جوانا وقتها، عشان الماضي مستحيل يرجع تاني. ودي رسالة من رسائل الفيلم اللي بيحاول يقولها، وهي إن الزمن مش بيغير الأماكن بس، لكن الزمن بيغير البشر كمان. لما يوسف بيشوف عليا بعد سنين، هو مش بيقابل البنت اللي كان بيحبها، هو بيقابل إنسانة جديدة. وده شيء صعب جدا، لأن الذكريات بتقول إنها نفس الشخص، لكن الواقع بيقول لأ. دي عبقرية الفيلم، عشان بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا: هل الحب بيكون للشخص ولا النسخة اللي قابلناها منه في وقت معين؟ عشان ساعات بتقول أنا لسه بحب الشخص ده، بس في الحقيقة إحنا بنحب الشخص اللي كان موجود ساعتها مش دلوقتي. وده سبب إن ناس كتير بترجع لبعض وبعدين بتكتشف إن كل حاجة انتهت، مش عشان الحب مات، لكن عشان انتوا نفسكوا اتغيرتوا. بس ممكن جدا الحب يكون لسه موجود، بس وجود الحب لوحده مش كفاية إن العلاقة تنجح. اتربينا على فكرة إنك لو بتحب حد بجد هتوصلوا لبعض، بس الحقيقة ممكن تثبت العكس. في ناس بتحب بعض بس عمرهم ما يعيشوا مع بعض. ومن هنا بيبدأ السؤال الحقيقي: لو كان الحب مش كفاية، إيه اللي بيخلي العلاقة تنجح؟ وهل التوقيت أهم من المشاعر ولا الظروف أقوى من الإرادة؟ وهل ممكن الإنسان يحب نفس الشخص مرتين ولا أول حب مستحيل يتكرر؟ كل ده هنجاوب عليه. في أي فيلم رومانسي البطل غالبا بيبقى بيحارب عشان يوصل للي بيحبها، بس يوسف ما كانش بيحارب عشان يوصل لعالية. يوسف كان بيهرب من إحساس واحد وهو الندم. الندم هو أصعب المشاعر اللي ممكن الإنسان يعيشها. تفضل تعيد المشهد في دماغك كل يوم: لو كنت عملت كذا، لو كنت قلت الكلمة دي، لو كنت استنيت شوية. وده اللي كان عايش فيه يوسف طول الفيلم. المشكلة ما كانتش في الفراق. انت طول الفيلم ممكن تبقى فاكر ان مشكلة يوسف وعالية انهم اتفرقوا، بس الحقيقة الفراق مجرد نتيجة، لكن السبب الحقيقي هو ان الزمن سبقهم. كل واحد كان بيجري في اتجاه تاني، بس الحياة كانت بتغرمهم ومش واخدين بالهم. ودي حاجة طبيعية وبتحصل لكل حد فينا. انت ممكن دلوقتي تكون قريب من شخص، بس بعدين تبقى كأنكم ما تعرفوش بعض. ده مش عشان حد خان التاني، لكن عشان الحياة والظروف شغلتكم. وده يمكن أكتر نوع فراق مؤلم. يوسف موجود في الحاضر لكن عايش في الماضي. في مفهوم بيقول إن العقل مش بيفتكر الماضي كله، لكن بيفتكر أفضل نسخة منه. العقل بيشيل المشاكل وبيسيب اللحظات الحلوة، ولما بنفتكر أول حب بنفتكر المشاعر وبننسى الخناقات والمشاكل. وده اللي كان بيحصل مع يوسف. هو ما كانش مشتاق لعالية الحالية، هو كان مشتاق لعالية زمان، الصورة اللي كان راسمها عنها في دماغه والصورة اللي زمن وقفها. بس الواقع كان بيتحرك. كل مرة يوسف كان بيقابل عالية احنا بنفتكر ان دي فرصة جديدة، بس الحقيقة دي كانت مواجهة بين الماضي والحاضر. كل مرة كان بيتقابلوا كان بيبقوا فاكرين انهم هيلاقوا نفس الشخص، بس بيكتشفوا ان كل شخص اتغير. فده بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا: الحب ممكن يهزم الزمن؟ احنا بنحب نسمع جمل زي الحب بيكسب والحب مش بيموت، بس الحقيقة مش دايما كده. الحب ممكن يفضل موجود، بس الناس بتتغير وأولوياتهم بتتغير وقدرتهم على التضحية بتتغير، حتى مفهومهم عن الحب نفسه بيتغير. لو سألت أي حد شاف الفيلم مين أكتر شخصية اتظلمت، غالبا هيقولك عالية. بس أنا شايف إن الفيلم أذكى من إنه يقدمك كضحية، لأن الضحية بتكون شخص ما عندوش اختيار، بس عالية كان عندها اختيارات، لكن كل اختيار كان هيخسرها حاجة. احنا دايما بنفتكر إن أصعب قرار إنك تختار بين الصح والغلط، بس القرار الأصعب إنك تختار بين حاجتين صح أو بين حاجتين الاتنين هيوجعوه. وده اللي عاشته عالية، عشان في كل مرحلة في حياتها كانت بتسأل نفسها سؤال صعب جدا: أضحي بإيه عشان أكسب إيه؟ وده سؤال ملوش إجابة تبقى صح 100%. الحياة مش بتدينا كل اللي احنا عاوزينه. اتربينا على فكرة ان الانسان لو تعب هيحقق كل احلامه، بس ساعات عشان تحقق حلم معين لازم تتنازل عن حلم تاني. كل اختيار هو رفض لاختيار تاني. ولما عليا اختارت طريق معين كانت في نفس لحظة بتقفل باب كان ممكن يغير حياتها. ده بيحصل معانا كلنا. كل قرار بناخده بيخلينا نعيش حياة ونضيع حياة تانية كان ممكن نعيشها. الإنسان مش بيندم على اللي خسره على قد ما بيندم على اللي كان ممكن يحصل. هل عالية كانت بتحب يوسف؟ الإجابة أيوة. مثال الحب ده كان كفاية؟ وهنا الفيلم بيقولك إن الحب مجرد عنصر من عناصر العلاقة.
في التوقيت والمسؤولية والحياة نفسها. إن ساعات بنفتكر إن الحب يقدر يحل كل حاجة. الحب الحقيقي ممكن يخليك تتمنى الخير للشخص ده حتى لو الخير ده بعيد عنك. أصعب لحظات الفيلم لما تحس إن الشخصين بيتعاملوا مع بعض ببرود وهدوء، عشان الهدوء أحيانا بيبقى معناه الاستسلام. إحنا بنعيش في وهم اسمه هنعوض اللي فات، بس هل فعلا ممكن الزمن يتعوض؟ لو ضاع منك 10 سنين ممكن ترجعهم؟ لو الشخص خرج من حياتك ورجع تاني كده معناه إن كل حاجة رجعت؟ الإجابة هتبقى لأ، عشان الزمن مش بياخد مننا الأشخاص بس، لكن بياخد نسخ قديمة مننا. الفيلم مش بيقدم إجابات مباشرة، مش بيقول امسك في اللي بتحبه ولا بيقول لك سيبه، بس بيقول حاجات أهم، وهي إن الحياة مش دايما هتمشي بالشكل اللي بتحلم بيه، وده أصعب درس ممكن يتعلمه الإنسان. الفيلم ما حكالناش قصة يوسف وعليا كلها، احنا ما نعرفش تفاصيل كل سنة عاشوها، احنا بنشوف يوم واحد في كل مرحلة. الفيلم بيقول إن مهما حياة الإنسان كانت طويلة، فأيام قليلة هي اللي بتحددها، في أيام بتفضل جواه، وده سبب اسم الفيلم، وهو إن 6 أيام كانوا كفاية يغيروا كل حاجة. هتلاحظ إنهم بيتفقوا يتقابلوا نفس اليوم كل سنة. في الأول ممكن تفتكر مجرد تصرف رومانسي، بس لما تكمل هتعرف إن كل لقاء بينهم بيبقى كأنه امتحان. السؤال مش إزيك عامل إيه، السؤال الحقيقي أنت بقيت مين. كل سنة شخص منهم بيتغير، واحد بينجح والتاني بيفشل، واحد بيتعلق أكتر وواحد بيحاول ينسى. عمرهم ما كانوا في نفس النقطة في نفس الوقت. احنا بنعرف إن يوسف اتخرج بس ما شفناهوش وهو في الكلية، بنعرف إن عليا اشتغلت بس ما شفناش معاناتها، وده بيخلي اللي بيتفرج بيتخيل أحداث كتير. في قاعدة بتقول إن النهاية العظيمة مش بتجاوب على السؤال لكن بتغير السؤال نفسه، وده اللي عمله الفيلم. عشان طول الفيلم كنا بنسأل هما هيتجمعوا ولا لأ، بس أول ما الفيلم خلص لازم نسأل نفسنا سؤال مختلف: هل كان أصلا المفروض يتجمعوا؟ الفيلم ما كانش عن وصول لكن كان عن الرحلة. احنا كبشر بنحب النهايات السعيدة، لما بنتفرج على فيلم رومانسي بنبقى مستنيين آخر الفيلم وعاوزين نعرف هل هيتجوزوا، هل هيتفرقوا، هل النهاية هتبقى سعيدة. بس فيلم الست أيام بيقولك إنك سألت السؤال غلط من الأول، عشان قيمة العلاقة مش لازم إنها تستمر، بس ممكن يغيروا صحابهم للأبد. لما نرجع نشوف أول مشهد وآخر مشهد هنكتشف إن الفيلم بدأ بلقاء وانتهى بلقاء. بس هل فعلا رجعوا هم؟ الإجابة أكيد لأ. المكان نفسه والأشخاص هم. احنا ساعات بنرجع لنفس الأماكن لكن عمرنا ما بنرجع نفس الأشخاص. الشارع هو والسينما هي، بس الإنسان اللي كان هنا بقى واحد تاني. في ناس شافت نهاية الفيلم نهاية رومانسية، وشافت إن الفيلم بيقول إن المشاعر مش بتموت مع الزمن، بس في ناس تاني شافت إن النهاية مش واقعية عكس الفيلم نفسه. وأنا شايف إن الاتنين عندهم حق. في النهاية الفيلم مش بيقول إن الحب الأول هو الأقوى، ولا بيقول إن الإنسان يفضل مستني حبه القديم. بالعكس، الفيلم بيقول إن في أشخاص وجودهم بيغيرنا. بعض الناس مش بيجوا عشان يكملوا الرحلة، لكن بيجوا عشان يغيروا مسارها أو اتجاهها. لو هنلخص الفيلم في سؤال واحد هيكون لو رجعت لنقطة البداية هل هتختار نفس الاختيارات؟ في ناس هتقول أه وفي ناس هتقول لأ، بس الفيلم بيوضح لك إن السؤال نفسه مستحيل، عشان الشخص اللي هيجاوب دلوقتي مش هو الشخص اللي كان موجود وقتها. إحنا أوقات بنحكم على قرارات الماضي بعقل الحاضر، وده مستحيل، عشان النسخة القديمة مننا كانت بتعرف أقل وبتخاف أكتر وبتحلم بطريقة مختلفة خالص. ويمكن دي فكرة فيلم 6 أيام الحقيقية، إن الزمان مش بيسرق الأشخاص بس لكن بيسرق النسخ القديمة منهم كمان. ولما بنشتغل لشخص فاحنا بنشتغل لنفسنا واحنا معاه. وبس كده، قولولي بقى في الكومنتات لو رجعت لنقطة البداية هل هتختار نفس الاختيارات؟ سلام.